عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي حضراتكم يا شباب، كنت بسمع ماتش الأهلي الأهلي والسيراميكا و سيراميكا، يعني كانت عاملة ماتش حلو لغاية ما جابت الجون الأول، وتنهم لغاية ما يعني تنهم ماسكين نفسهم لغاية ما الأهلي جاله ضربة جزاء. وماشي صحيح، احنا ما نختلفش إن هي صحيحة ولا مش، والأهلي تعادل والدنيا تمام. انا دلوقتي بتكلم بقى في نقطة ابراهيم نور الدين. الدقيقة اللي هي بعد الخمسة، اللي هي الكرة اللي راح فيها سيراميكا وراح مصفر. هو ده يا جدعان، احنا هنتنينا لغاية امتى يعني؟ هو الاهلي المفروض ان هو الكرة دي لو مع الاهلي ابراهيم نور الدين هيصفر؟ يعني هو الاهلي لو الكرة دي معاه كان ابراهيم نور الدين صفر؟ احنا لغاية امتى هنتنينا على الوضع ده؟ ويعني حاجة تحرق الدم وحاجة تكسب. ما يدي اللعيبه السيراميكا حقها، ويدي الانديه التانية حقها. امال الوضع اللي احنا فيه ده مهزله يا جدعان، مهزله. فالواحد زي بصراحه، وابراهيم نور الدين ده بصراحه يعني عد ماتشاته كده اهلي، اي ماتش الاهلي تلاقي الاهلي لازم يفوز الاهلي. هو مش فرض يا عم، هو مش فرض علينا ان الاهلي يفوز ولا ده مش فرض يعني. ادي للناس حقها، ادي ال 11 لاعب التانيين بتوع سيراميكا حقهم، ادي لاي فرقه تانية في الدوري حقها. امال اللي انت بتعمله ده عك يا عم. وعشان خاطر الاهلي يخسر او يطلع تعادل، لازم يعني ما تدي يا عم اللعيبه بتاع سيراميكا اخر دقيقه دي او اخر ثانيه بعد دقيقه خمسه. ما صفرتش ليه؟ سبت الكوره للاهلي وغيت ما جم لعبوا، لغايه ما سيراميكا قطعت الكوره ورايحين بهجمه مرتده، او رايحين يجيبوا يروحوا على الجون، تروح مصفر. هي دي لو الاهلي انت كنت صفرت. السلام عليكم. شكرا.